تكلمت مع سيد مظلوم عبدي وقلت له إن كنت تجد نفسك في حرج من اتفاق 10/3 أخبرني، أنا أنجيك منه، لكن المهم أن تكون صادق معي. يعني أطلب طلبا تكون فيه صادق. قول أنا أريد تقسيم، قول أنا لا أريد أن أندمج مع الحكومة السورية، قول أنا لا أريد أن، قول اذكر ما تريد بشكل صريح وواضح حتى أعرف كيف أتعامل معك. أما لا تقول قال لا أنا أريد الاندماج. قلت الاندماج يحتاج إلى خطوات عملية، تمام؟ فظهر عند الجميع الآن أنه هناك يعني تلاعب على الوقت، وهناك استجابة لبعض الوعود وتصديق لبعض الوعود الفارغة. مصلحة السوريين أن يكونوا في بيئة واحدة تحت سقف واحد، القانون يحميهم، ليس الأشخاص فقط. الأشخاص يذهبون ويأتون، وليس عبر الوعود، وإنما عبر بناء مؤسسات حية وقوية وفعالة، وأن يكون القانون هو السائد بينهم، عبر علاقات أيضا إقليمية تكون متوازنة وصحيحة وسليمة، تبعد سوريا عن حالة المناوشات والنزاعات التي لا تنتهي يعني عبر الزمن.